السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، خبر عاجل: وزير الخارجية الروسي كيقول الحكم الذاتي المغربي كيمثل أحد أوجه تقرير المصير في الصحراء، وسنرحب به إذ لقي قبولا عند جميع الأطراف تحت رعاية أممية. هذه الهضرة ديال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. اجي نشوفوا الخبر شنو كيقول. اعلن وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين من موسكو ان بلاده مستعده للترحيب بمقترح الحكم الذاتي المغربي لانهاء الصراع حول الصحراء، باعتباره احد اوجه تقرير المصير المعتمده من الاطراف في الامم المتحده، اذ ما تم ذلك عبر اتفاق جميع الاطراف. وفي لقاء عقده بين الصحفيين العرب، كشف لافروف عن تطور ملحوظ في موقف موسكو قبل قرار مجلس الامن الدولي المتوقع نهايه شهر اكتوبر الجاري. في جلسه ترأسها بلاده في اول مره تبدي الحكومه الروسيه ترحيبها بمقترح الحكم الذاتي المغربي كخيار واقعي لطي الملف. وأورد لافروف أن الموقف الروسي بشأن قضية الصحراء يرتكز على قرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن بلاده تدعم مبدأ تقرير المصير من خلال الحوار وليس عبر إجراءات أحادية. وتابع مقترح الحكم الذاتي المغربي يمكن أن ينجح شرط اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي. واعتبره لافروف أن مشكلة الصحراء المطروحة على الطاولة منذ 50 عاما كان في السابق تسير نحو تنفيذ الاستفتاء مردفا، لكن الوضع تغير لاحقا، مشيئا المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي الذي يعتبر أنه يدخل ضمن خيارات تقرير المصير. وهذه الكلام ديال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. يعني من الآخر روسيا كدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. يعني الآن ما بقاش عند بوليزاريو موجود في انتظار طبعا الصين طبعا موقفها معروف، حتى هي غادي الصين معروفة لأن هذا المقترح ديال الحكم الذاتي هو المقترح اللي كيضمن حق الطرفين، ولكن هذا المقترح بطبيعة الحال ما كيعجبش البوليزاريو وما غيعجبش الجزائر. يقدر هذا المقترح هذا يقدر ما يعجبش الجزائر أكثر من البوليزاريو. هذا المقترح هذا ما كيعجبش الجزائر أكثر من البوليزاريو. البوليزاريو ممكن توافق على هذا المقترح، ولكن الجزائر كتقول لا، الجزائر ما باغاش هذا المقترح، لأن الجزائر باغا تكون عندها السيطرة الكاملة على الصحراء. وهادشي طبعا اللي ما عمرو غادي يكون وما عمرو غادي يوقع طبعا. مع نهاية هذا الملف، لأنه قريب انتهاء الملف وغيتطلق بصفة نهائيا، وغيكون الفوز لصالح المغرب والفوز لصالح مقترح المغرب قريب، عاجل جدا، قريب جدا. الصين حتى هي غدير هادشي اللي دارتو روسيا، وغتقول بصفة رسمية أن المقترح الحكم الذاتي هو المقترح الأكثر واقعية كما أغلبية الدول، لأن هذا المقترح هادو كاع الدول كيشوفوا أنه هو المقترح الأكثر جدية، يعني المقترح اللي كيضمن الحق للطرفين. لكن طبعا البوليزاريو والجزائر نتوما راكم عارفين.